خليني اقول لك يا صاحبي ان الارقام اللي هتسمعها في الفيديو ده حرفيا مش هتسمعها في حته تاني ابدا، لان الموتوسيكلات دي هي اسرع 10 موتوسيكلات في العالم. وبالمناسبه الموتوسيكلات دي موجود منها كتير قوي في مصر، فانت لو بتحضر ايفنتات هتلاقي موتوسيكل من الموتوسيكلات دي موجوده في الايفنتات. وكل موتوسيكل من الموتوسيكلات دي هنتكلم فيه عن 5 حاجات: سعه الموتور والهورس باور والعزم بتاعه وكام سلندر والتوب سبيد. فيلا بينا. والموتوسيكل رقم 10 معانا وهو ياماها R1M. الموتوسيكل دوت سعة الموتور بتاعته 998 سي سي، بيطلع 200 هورس باور على 13500 ار بي ام و113 نيوتن متر على 11500 ار بي ام. الموتوسيكل ده بيجي 4 سلندر، والتوب سبيد بتاعته 307 كيلو متر في الساعه. طبعا التوب سبيد ديت كل ديت الارقام اللي الشركه بتقولها، بس اي موتوسيكل من الموتوسيكلات ديت لو اتعدل هيضرب وهيعدي ال 300 بكتير. الموتوسيكل رقم 9 معانا وهو سوزوكي هايابوزا. قول لي كده مين في مصر او مين في العالم ما يعرفش يعني ايه الهايابوزا؟ حتى الناس اللي ملهاش علاقه بالموتوسيكلات تعرف يعني ايه سوزوكي هايابوزا. سوزوكي هايابوزا الموتور بتاعه 1340 سي سي، بيطلع 190 هورس باور على 9700 ار بي ام، 150 نيوتن متر على 7000 ار بي ام، 4 سلندر وتوب سبيد 312 كيلو متر في الساعه. والموتوسيكل رقم 8 هو ابريليا ار اس في 4. الموتوسيكل ده سعه الموتور بتاعته 1099 سي سي، بيطلع 217 هورس باور على 13000 ار بي ام و125 نيوتن متر على 10500 ار بي ام، برضه 4 سلندر، والتوب سبيد بتاعته ممكن تعدي 320 كيلو متر في الساعه. الموتوسيكل رقم 7، الموتوسيكل المفضل بالنسبه لي انا شخصيا، البي ام دبليو ام 1000 ار ار. الموتوسيكل ده انا بعشقه دونا عن الليسته دي كلها. انا بصراحه بعشق الموتوسيكل ده عشان شكله، كل حاجه فيه بصراحه بحبها. الموتوسيكل ده سعه الموتور بتاعه 999 سي سي، بيطلع 212 هورس باور على 14500 ار بي ام و113 نيوتن متر على 11000 ار بي ام، برضه 4 سلندر، توب سبيد 333 كيلو متر في الساعه. وفي المركز السادس معانا الدوجاتي الفي 4 ار. الموتوسيكل ده بيجي ب 998 سي سي، بقوه موتور 224 هورس باور على ار بي ام 15250، وبيطلع 116 نيوتن متر على ار بي ام 11750. والتوب سبيد بتاعت الموتوسيكل ده 330 كيلو متر في الساعه. الموتوسيكل اللي في المركز الخامس معانا وهو من شركه سوزوكي، وعايز اقول لك ان شركه سوزوكي واخده كذا ترتيب قريبين من بعض، فده يدل ان شركه سوزوكي عامله شغل عالي قوي. الموتوسيكل اللي معانا في المركز ده وهو زد اكس 10 ار. الموتوسيكل ده الموتور بتاعه 998 سي سي، بيطلع 203 هورس باور على ار بي ام 13200، وبيطلع 114.9 نيوتن متر على 11400 ار بي ام، ممكن سرعته توصل ل 347 كيلو متر في الساعه. ومعانا في المركز الرابع موتوسيكل من شركه هوندا، وهوندا عامله شغل عالي قوي في الموتوسيكل ده، وهو سي بي ار 1000 تريبل ار فاير بليد اس بي. الموتوسيكل ده اسمه لوحده اصلا دليل على قد ايه الموتوسيكل ده جامد. الموتوسيكل ده الموتور بتاعه 998 سي سي، بيطلع 215 هورس باور على ار بي ام 14500، وكمان بيطلع 113 نيوتن متر على ار بي ام 12000 ونص. برضه الموتور 4 سلندر، اما التوب سبيد فممكن يوصل ل 341 كيلو متر في الساعه. نيجي بقى لاول 3 مراكز، ودولت ما افتكرش ان اي حد هيقدر يختلف عليهم. والموتوسيكل اللي في المركز الثالث معانا هو الدوجاتي في 4 اس. الموتوسيكل ده كل النسخ اللي فيه محدوده، التجميع بتاعها بيكون يدوي، وده اللي بيخلي سعر الموتوسيكل ده غالي جدا بسبب نسخته المحدوده. سعه الموتور بتاعته 1103 سي سي، بيطلع 215 هورس باور على 13000 ار بي ام و123 نيوتن متر على 9000 ونص ار بي ام، 4 سلندر. بس اللي هيجنني بقى في الفيديو اللي انا موريهولك دوت ان التوب سبيد بتاعته 374 كيلو متر في الساعه. بس لما دوت 374 كيلو متر في الساعه، اللي ماشي قدامه ده ماشي على سرعه كام؟ فعايزك تخمن كده الموتوسيكل اللي قدام دوت ممكن يكون ايه. ونيجي هنا بقى للمركز الثاني. المركز الثاني الكawasaki نينجا اتش 2. الموتوسيكل ده عملنا عليه فيديو قبل كده، واكتر الموتوسيكلات اللي احنا بنتكلم عليها ديت عملنا عليها فيديوهات، هسيب لك الفيديوهات بتاعتها في الديسكربشن او في حرف الاي فوق. الاتش 2 بيطلع 998، بيطلع 231 هورس باور على ار بي ام 11550 و141 نيوتن متر على ار بي ام 11000. التوب سبيد بتاعته بتروح من 350 ل 339، يعني خلاص لو اتعدل هيقفل ال 400. وعايز اقول لك ان في ناس في مصر معدله الموتوسيكل ده وحرفيا بتقفل بيها ال 400. ونيجي في المركز الاول. المركز الاول ملك الموتوسيكلات، حرفيا هو ملك الموتوسيكلات، الكawasaki نينجا اتش 2 ار. مش هطول عليك واقول لك قد ايه الموتوسيكل ده جامد، انا هسيب لك لينك الفيديو ده تتفرج عليه. بس اللي انا عايز
عايز اقوله لك، الموتوسيكل ده بيجيب من 0 ل 400 كيلو متر في الساعه في 26 ثانيه بس. انت متخيل سرعه الموتوسيكل وقوه الموتور دوت عامله ازاي؟ وفي الفيديو اللي انا سيبه لك في الديسكربشن ده هتلاقي جريات كتيره للموتوسيكل ده، واشهرهم الجاريه بتاعه مطار اسطنبول. انت لازم تشوفها، ولو ما شفتهاش في فيديو اللي احنا عملناه عن الاتش 2 هيبقى فاتك كتير قوي قوي قوي. ودول كده كانوا اسرع 10 موتوسيكلات في العالم. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تدعمنا لايك وسبسكرايب للقناه. عايزين نقفل 1000 سبسكرايب، واستنوني الفيديو الاسبوع الجاي. كان معاكم رمزي ابو زيد، سلام.